لم يكن يوم الثلاثاء 10 من يناير عام 84 إلا بداية عهد جديد لكرة الإمارات، عندما تولى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئاسة اتحاد كرة القدم. وما بين ذلك التاريخ وحتى يوم الجمعة 26 من نوفمبر من عام 1993 حققت كرة الإمارات تحت قيادته إنجازات مشهودة، بدأت بالفوز بلقب وصيف بطل دورة الخليج الثامنة بالبحرين عام 86، وبعد عامين تكرر نفس الإنجاز في دورة الخليج التاسعة بالرياض عام 88، وفي عام 89 كان الإنجاز الأبرز والأهم في تاريخ كرة الإمارات، وهو تأهل الأبيض لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم، عندما حل ثانيا بعد كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية التي استضافتها سنغافورة. وفي صيف عام 90 رفرف علم الإمارات عاليا وسط نخبة من أبرز المنتخبات، وذلك في نهائيات مونديال إيطاليا. وكان مشوار الأبيض في تلك النهائيات حدثا استثنائيا توقفت عنده طويلا وسائل الإعلام العالمية بكل الإعجاب والتقدير. وهذه كرة خالد اسماعيل، ممكن خالد جول إسماعيل يسجل لدولة الإمارات في مرمى ألمانيا الغربية. وسجل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حضورا لافتا في أجواء المونديال، ومن ينسى تلك الرسالة المفعمة بكل معاني البراءة والتي استلمها سموه خلال المونديال من طفل إيطالي لا يزيد عمره عن 12 عاما، يقول فيها لسموه: زيارتكم لي بمنزلي في بولونيا تجعلني الطفل الذي تحسده كل إيطاليا. وبعد المونديال وضع سموه اللبنة الأولى لاستضافة نهائيات كأس آسيا لأول مرة في الإمارات، عندما استقبل وفد الاتحاد الآسيوي في منطقة العجبان، حيث أكد سموه للوفد استعداد الإمارات الكامل لإنجاح هذا الحدث الآسيوي الكبير. ولم يكن نجاح كرة الإمارات تحت قيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد إلا نتاج طبيعي لرؤية سموه وخبرته وقدرته على وضع الاستراتيجية الكفيلة بوضع كرة الإمارات في المكانة التي تستحقها. أما على الصعيد الإنساني فإن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نموذج يحتذى في المبادرات الإنسانية التي لا سقف لها. وتأتي رعاية سموه لمبادرة الاتحاد الإنسانية والتي تهدف إلى دعم نجوم دورة الخليج السابقين، لاعبين ومدربين، حكاما وإعلاميين، تقديرا من سموه للدور الكبير الذي لعبه هؤلاء النجوم في إثراء دورة الخليج وتعزيز مكانتها، لا سيما أن سموه ارتبط بالدورة في 5 بطولات عندما كان المسؤول الأول عن كرة الإمارات.